رجل حاولوا أن يقتلونه فوق 600 مرة. سبحان الله. القصة هذه تنطبق على قول الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لو اجتمع الناس على أن يضروك لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. فهذه قصتنا اليوم. باش يسأل علي قبل أن نبدأ لا تنسوا لك متابعة وبسم الله. في بداية قصتنا خلوني أعرفكم عن الرجال الطيب واللي يدعى فيدل كاسترو. فيدل كاسترو تولى يعني أخذ منصب أو صار زعيم لكوبا. ما أدري كوبا هي عصابة هي دولة والله ما أدري. فتولاها في عام 1959 أتوقع. ومن يومها وما شاف النور يعني انطبقت عليه مثل وعينك ما تشوف إلا النور. ومن يومها ما استانس. قاعد تقريبا 60 سنة وهم كمين ورا كمين. شيء مسمم شيء متفجر لا تخلوني يمشي لا تخلوني يعدي يعني. ومن هذا كله أساس البال هذا من أمريكا. ما أدري هل هي استخبارات هل هم يعني إصابة. لا أتوقع أنهم مركز في أمريكا. فقرروا أنهم يقتلونه لأن ما أدري هل هم ذولا يعني الناس سببوا لهم أزمة أو خلوهم يكرهون أنفسهم. ما أدري ليه بس إنه أتوقع جاتهم وصاية من الكبار إنهم يقتلون هذا الرجال ويفتكون من كوبا بكبرها. فاستمروا يعني أعطيكم من أبرز الأشياء اللي كانوا يبغون يقتلون فيها. كان الرجال يعني الحمد لله الله يبعد عنا عنكم كان الرجال يدخن. فكانوا يجيبون له مرات سيجارة مسممة وما ضبطت. وكانوا مرات يجيبون له علبة السيجارة اللي يحبها ويخلونها متفجرات كذا يعني قبل لا يعني يولعها على طول تنفجر عليه. يعني شوفوا إلى ما وصلوا يبغون يفجرون الرجال الطيب وهو مسكين. أنا حزنت عليه بداله يعني يبغون 600 مرة. أنا ودي أقط بس ما أعرف يعني اللي أعرف يعني خلاص أنا بعطيك جرين لايت وقط. حاولوا يقتلونه جابوا له اسكريم مجمد. فهم كانوا أغبياء يعني ما أدري شلون جابوا اسكريم مجمد. جابوا اسكريم مجمد يحسبون إنه بيتسمى. تجمد السم معه. قاعد ياكل الرجال اسكريم ولا تسمى. يعني شوفوا وين الغباء. يبون يقتلون الرجال بطريقة رشاشات ما أكيد ما راح تيجي بيحاربونه ولكن يلعبونه بالعقل. جابوا ناس أقارب يبون يقتلونه ولا قدروا. سلاح أي شيء تفجرات ما قدروا عليه. يعني باختصار الرجال هذا ما أدري شو مسوي. ما يعني مثلا أدل المرزام بس ما عليه. ففيدل كاسترو نجا من الموت 600 مرة يعني. قطوا يجوا أنا ما أعرف قط بس أنا متصالح مع نفسي ما أحد إلا خلاص أنا ونفسي متصالحين في هذا الشيء. إيش لو نكتب كان فاهم. فهذا الرجال الحمد لله أنه سلم. وفي 2008 انتهت هذه الأمور بسبب إني جيت طبعا 2008 أنا مواليد 2008 وخلاص اكتفوا منه. ما أبغى أقول شيء ولكن ما أقدر عليه من النهاية. ومات الرجال موتة طبيعية بعد 60 سنة من محاربته. فأتمنى إنكم عرفتوا فيدل كاسترو اللي أكثر شخص تم اغتياله. في ختام قصتنا بس الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام.